بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع حل التقييم على الدرس صفحة 80 و81. نص القراءة: اقرأ النص ثم أجب. الأخلاق الرياضية هي المظهر المبهج الذي يتجلى، أي الذي يظهر فيه سمو النفس ورفعة الهمة، والفائز الحقيقي من يحافظ على نقاء السريرة. نقاء يعني صفاء، السريرة يعني القلب، ونبل يعني رفعة النفس وسمو الأخلاق. نقاء السريرة تعني صفاء القلب والنية، أي أن يكون الإنسان صادقا في داخله، لا يحمل الحقد أو الكره أو الغش لأحد. والسريرة هي ما في داخل النفس، ونقاؤها يعني خلوها من السوء. أما نبل النفس فهي تعني رفعة الأخلاق وكرم الطباع، أي أن يكون الإنسان ذا شرف يتعامل بكرامة ويسمو بنفسه عن الدنايا والأحقاد. كان الفوز في الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس سنة 1984 الحلم الأكبر للاعب المصري محمد علي رشوان، لأنه قبل المباراة النهائية عرف إصابة منافسه الياباني، وكان رشوان يمتاز بقوة ساقه اليمنى، ولو لعب بها سيضرب قدم منافسه المصابة، لكنه رفض وفقد الميدالية الذهبية التي كانت حلمه. إلا أن هذا الموقف جعله ينال احترام الجميع ويحصد إعجاب العالم بموقفه، وخلد هذا الحدث اسمه بحروف من ذهب، ونال وسام الشمس المشرقة، أعلى جائزة تقديرية في اليابان، وجائزة اللعب النظيف. أول حاجة بيقول لك ما مرادف يتجلى؟ قلنا يتجلى يظهر ولا يزيد؟ طبعا يظهر. مضاد خلد: الخلود هو البقاء، عكس البقاء الفناء. يبقى أغفل وأهمل، أزال وأفنى. طبعا الفناء معناها أزال وأفنى، مضادها أزال وأفنى، لأن الخلود عكسها البقاء. جمع السريرة: السريرة كما قلت لكم هي ما في داخل النفس، وما في داخل النفس يبقى جمعها السرائر. السريرة جمعها السرائر. أما الأسرة جمع سرير، والأسرى جمع أسير، والأسرار جمع سر. بعد كده بيقول لك فقد ونال. فقد يعني لم يحصل على شيء، ونال طبعا عكسها، تبقى ترادف ولا تضاد؟ يبقى الفقد عكس الأخذ والعطاء، يبقى مضاد، تبقى تضاد. علاقة لكنه: لكن دي تفيد الاستدراك. أول ما تشوف لكن على طول تعرف إن ده استدراك وليس نتيجة أو تعليل، يبقى استدراك. بعد كده بيقول لك كان محمد علي رشوان قادرا على الانتصار على اللاعب الياباني. الإجابة صحيحة، كان قادرا على أن يضرب منافسه عندما علم بإصابة قدمه أو ساقه، ولكنه رفض الميدالية الذهبية ورفض أن يضربه في المكان المصاب، وخسر الميدالية الذهبية. يقول لك كرمت اليابان محمد علي رشوان لتعويضه عن خسارته. طبعا الإجابة خاطئة، بل تقديرا لأخلاقه النبيلة. تقديرا لمين؟ لأخلاقه النبيلة. طبعا يا ولاد، طبعا زي ما احنا عارفين ان محمد علي رشوان هو لاعب الجودو المشهور، لاعب الجودو المصري المشهور، وشارك في أولمبياد لوس أنجلوس سنة 1984، ووصل إلى نهائي وزن فوق 85 كيلو ضد اللاعب الياباني ياماشيتا. طبعا أن اللاعب الياباني كان ساقه مصابة، لكن رشوان رفض استغلال إصابته للفوز عليه، وخسر المباراة بروح رياضية عالية. تبقى اللعبة التي كان يلعبها هي لعبة الجودو. بعد كده بيقول لك من الفائز الحقيقي كما تفهم من الفقرة الأولى؟ الفائز الحقيقي من يحافظ على نقاء
السريرة. ونبل النفس. وسمو الأخلاق. استخرج من الفقرة الثانية تشبيها. التشبيه هو بحروف من ذهب. طبعا المشبه الحروف، والمشبه به هو الذهب. بعد كده بيقول لك استنتج صفتين تحلى بهما اللاعب المصري محمد علي رشوان وبرزتها في النص وأدلل عليهما. أول حاجة الشهامة والمروءة. الشهامة والمروءة. الشهامة والمروءة فقد كان يمتاز بقوة ساقه اليمنى، ولو لعب بها سيضرب قدم منافسه، ولكنه رفض وفقد الميدالية الذهبية. 2 السمو الأخلاقي جعله ينال احترام الجميع وحبهم إعجابا بموقفه، وقد خلد اسمه بحروف من ذهب ونال احترام الجميع. بعد كده بيقول لك القواعد النحوية. قيمة البطل في المجتمع ليست مجرد إشادة أو تمجيد. إشادة يعني ذكر، أو تمجيد يعني تعظيم، بل هي عمود فقري ينهض به البناء الاجتماعي. البطل هو ذلك الشخص الذي يتخطى يعني يجتاز حدود الذات يعني النفس ليصبح رمزا يعني علامة للأمل والقوة. هو من يحمل على عاتقه يعني على كتفه مسؤولية التغيير، فهو الذي يتقدم الصفوف في لحظات الشدة ويضحي من أجل الخير العام. في المجتمع يمثل البطل الضمير الحي يذكر الجميع بما يمكن أن يصل إليه الإنسان من نبل يعني عظمة بفضل تضحياته وشجاعته. يستلهم الآخرين ويجدون فيه المثال الذي يحتذى أن يقتدى به. هو ليس بطلا في ميادين المعارك فقط، بل في كل ميدان ينادى فيه الواجب. بل هي عمود، طبعا هي ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، وعمود خبر مرفوع بالضمة الظاهرة. بعد كده يتخطى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. يتخطى هو الفاعل ضمير مستتر تقديره وهو، وحدود مفعول به منصوب بالفتحة. بعد كده بيقول لك بفضل تضحياته، بفضل جر ومجرور، وتضحياته مضاف إليه مجرور، وتضحياته مضاف إليه مجرور بالكسرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. هو ليس بطلا في ميادين، في حرف جر، وميادين اسم مجرور وعلامة جره الكسرة.
عندنا طبعا الآخرون، يستلهم الآخرون، يستلهم فعل، آخرون فاعل، الآخرون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. بعد كده بقول لك استخرج خبرا لفعل ناسخ وبين نوعه. هو ليس بطلا، هو ليس بطلا. فعندنا كلمة بطلا دي خبر لليس، نوعه مفرد. فعلين معتلين، عندنا يتخطى، عندنا يتخطى، وعندنا ده معتل ناقص، وعندنا يصل أصلها وصل، ده معتل مثال. عندنا فعلا صحيحا ينهض، عندنا فعلا صحيحا ينهض. فعلا مجردا يحمل، فعل مجرد يحمل، ده مجرد ثلاثي. عندنا فعلا مزيدا، فعلا مزيدا بحرفين، عندنا يحتذى، وعندنا يستلهم. عندنا فعلا معربا بعلامة فرعية يجدون. عندنا فعلا لازما ينهض، وعندنا متعديا يتخطى. أكمل الجملتين. طبعا عندنا 3 فعلا صحيحا. عندنا فعل صحيح اللي هو ينهض، ده صحيح سالم. أكمل الجملتين بفعل معتل. نقط المرء بأخلاقه يسمو. 2 نقط الطموح ثمار جهده يجني. بعد كده القواعد الإملائية. لماذا رسمت الهمزة بهذا الشكل في كلمة نؤمن؟ لأنها همزة متوسطة ساكنة بعد ضم. بعد كده السيرة الغيرية. اكتب سيرة غيرية عن الدكتور فاروق الباز مراعيا عناصر السيرة الغيرية واختيار المفردات والتغيرات الدقيقة والمناسبة والتسلسل المنطقي للمقال في عدد كلمات يتراوح ما بين 130 إلى 170 كلمة. غيرية عن الدكتور فاروق الباز. هنقول كده الدكتور فاروق الباز عالم مصري بارز في علوم الجيولوجيا والفضاء. ولد عام 1938 في محافظة الشرقية بمصر. تلقى تعليمه في مصر، تلقى تعليمه في مصر، ثم حصل على الدكتوراه في الجيولوجيا من جامعة ميزوري
بالولايات المتحدة الأمريكية. تميز بعقله المتقد يعني المشتعل، وحبه للبحث العلمي، ما جعله ينضم إلى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، حيث شارك في برنامج أبولو الذي أوصل الإنسان إلى القمر. كان للدكتور فاروق الباز دور رئيسي في تدريب رواد الفضاء على دراسة تضاريس القمر واختيار مواقع الهبوط المناسبة، مما أكسبه تقدير العلماء في أنحاء العالم. لم ينس وطنه رغم نجاحه، فساهم في مشروعات تنموية بمصر، مثل دراساته عن المياه الجوفية في الصحراء الغربية بمصر. يعد مثالا للعالم المخلص الذي جمع بين العلم الواسع والانتماء الوطني، وظل رمزا يحتذى به يعني يقتدى به في الإصرار على النجاح وخدمة الإنسانية. إلى هنا نكون قد انتهينا بفضل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.